سلام سلام، ان شاء الله لكلكم تكونوا بخير وصحة يا رب. اليوم جيتكم بوصفة البشكوت التونسي، بشكوت العيد اللي هذاك عرفتوه حاجة نوستالجي معناها. عنا معاه برشا ذكريات توانسة الكل. المهم جيتكم هنا باش نعمل مقادير متاع رطلة كهو. اذا كنت تحبوا انتم اكثر ضعفوا في الكمية. تاخذوا البولة متاعكم تحطوا فيها كعبتين بيض ولا زوز بيضات، كعبتين عظم بحرارة الغرفة، وتحطوا عليها 120 جرام سكر. نورمالمون تحطوا 150 جرام، لكن انا ما نحبوش حلو، حطيت 120 جرام سكر عليهم. باكو سكر فاني والا سكر اللي بطعمة الزهر. وما تنسوش معاهم زادة رشة ملح. تحركوا كل شيء مليح مليح بالفواه والا بيديكم. ولهنا باش نزيد عليهم 150 مليلتر زيت. لهنا انا خلطت عملت 100 ملي زيت زيتونه و50 ملي زيت نباتي. اذا كنت تحبوا تعملوا شطر زيت وشطر زبده كيما تحبوا نتوما، لكن راهو بالزيت يجي ابن ويقعد هشوش معناها يقعد كروكون. لهنا نزيدوا الزيت بشويه بشويه وتقعدوا ديما تخلطوا بالفواه والا بيديكم كيما تحبوا حتى لين تتجانس المكونات الكل. وك السائل هذاك اللي الخليط معناها متاع الزيت والعظم والسكر يولي هكا عاقد شويه كيما تشوفوا لهنا في الفيديو. لهنا باش نزيد زوز مغارف متاع ماكله ماء زهر والا ماء عطرشيه كيما تحبوا انتوما، والا اذا كان عندكم قلت روح سامحوني معناها قشور البرقدان والا قشور الليم كيما تحبوا انتوما. انا ما يتوفرش عندي، عملته بالزهر وصدقوني جد فيه ريحه بنينه بنينه. وقت ما قاعد يطيب في الفور ريحه الزهر فيحت في الدار الكل. لهنا زدت شويه فاكهه مهروشه. هنا عندي شويه لوز وبفريوه حمرتهم في الاير فراير ورحيتهم بالقشره نتاعهم، خليتهم هكا كونكاسي شويه وزدتهم للخليط نتاعي. اذا كان ما عندكمش فاكهه تنجموا تحطوا جلجلين، كل قدير وقدره. باهي لهنا انا عندي 500 جرام فارينه، مانيش باش نحطها الكل، باش نبدا نزيد بشويه بشويه ونلم حتى لين نتحصل على عجينه متماسكه وماهيش تتلصق في اليدين. بالنسبه لخميره الحلويات حطيت مغرفه صغيره، ماهيش يعني ماهيش مليانه. ما تحطوش برشا خميره خاطر من بعديك باش مع سخانه الفور باش تتنفخ الكعبه ويجيكم هكا منفوخ ياسر والكعبه تبدا خشينه حتى منظرها ما يشهيش واحد باش ياكلها. دونك حطوا شويه خميره. لهنا كما تشوفوا العجينه متاعي هيك معناها ماهيش يابسه وماهيش طريه ومام ما تلصقش. بالنسبه لي انا استهلكت 450 جرام بالضبط فارينه. هاكا انتوما اوزنوا 500 جرام وابداو زيدوا بشويه بشويه خاطر انتوما بكعبه البيض قداش كبرها والفارينه تشرب والا ما تشربش. باش نخليها ترتاح نصيف ساعه ومن بعديك باش نشكلها. لهنا العجينه متاعي رتاحت نصف ساعه. حبيت نوريكم لهنا الماكينة هذية أعملها كابتور ديكران. إذا كانكم تعيشوا في الأوروب تلقاوها في أمازون وإلا في سيت أوتو. موجودة سعرها 30 أورو، راهي براتيك برشا وتنجموا تعمل بها حتى برشا حلويات أخرين. أنا عجبتني وسهلة برشا. عندي الماكينة الحديد هذيك الزمنية جبتها معايا من تونس، لكن بصراحة تعبني يعني نبدأ ندور بيد واحدة نتعب فيها برشا كيما نلقاش حد يعاوني. هذه سهلة جست نحلها كيما تشوفوا ونحط فيها البات ونبدأ ندور. تو تشوفوا معايا بقية الفيديو سهلة برشا وراهي براتيك ومين با معناها تقريبا في ربع ساعة أو أقل شوية. في ساعة ما كملتها مرتا الفارينة، في ساعة ما معناها كملتهم في ساعة في ساعة. لهنا كما تشوفوا دخلت البات وسكرت عليها باش نوريكم كيفاش ندور بها. دهنت البلان دو ترافاي متاعي بشوية زيت، حبيت نوريكم الكوان هذا كيفاش. دونك تبداو تدزوا هذاك القالب الاحمر هذاك تبداو تدوروا ومام طون في نفس الوقت توخروا ديكم التالي باش الكعبه تجيكم جويده وما تجيكمش خشينه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نخليكم مع بقيه الفيديو. لهنا بالنسبة للكعبات نحبهم الكل يكونوا فرد طول. خيط الباكو متاع الباك بولفر هذيك خميرة الحلويات ونكيل بها. نحب الكعبات الكل يجوني قد قد وكلهم مستويين وما نحبهمش كعبات كبار برشا. هذه الطبقة متاعي حذر. بالنسبة للكمية متاع 450 جرام فارينة عملوا لي 30 كعبة بسكوي. راهو بنين وجاي كروكون ويتقرمش من غير ما تعملوا لا نشاي لا كريم باتيسير لا حتى شيء. صدقوني وصفه عطيتها لكم من الروح للروح. هذوما الكعبات نتاعي بعد ما خرجوا خذاو لي بالوقت على 170 درجه 25 دقيقه. ما تشوفهمش هكا بيض غير الكوجينه معناها ضاويه برشا.
حمرتهم يعني جاوني طيبين باهيين. اذا كنت تحبوهم نتوما اغمق من هكا تخليهم اكثر وقت. حاسيلو ما نحكي لكم مش على الريحه متاع الزهر قداش فايحه، راهو بنين بنين بنين. ننصحكم انكم تجربوها الوصفه، ونخليكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. مع هكا قهوة الصباح مع قهوة حليب، ما نحكي لكمش قداش بنين، وكريحة الفاكهة والزهر زادت فيه بنة على بنة. ان شاء الله عجبتكم الروسيت وان شاء الله تجربوها. ما تنسوش باش تبارتاجيو الفيديو مع حبابكم واصحابكم باش تعمل فايدة، وهكاك تجربوه. اذا كان جربتوه خليولي تعليقاتكم في لي كومنتير، تخليو تعليقات. خليكم في امان الله وبسلامة، وان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. باي باي.